حبايبنا طلاب ثالثه ثانوي، اهلا بيكم في فيديو جديد من فيديوهات حل تمارين اختر المعاصر مع درس القدره، اخر دروس الديناميك. انا مستر ناجي نصر وانت بتتفرج على قناه جاست ماس. تعال نشوف كده السؤال الاول بيقول لي ايه. المعدل الزمني لبذل الشغل. المعدل الزمني لبذل الشغل هو ده اصلا يا جماعه تعريف القدره، لان انا عندي القدره من ضمن قوانينها بتساوي الشغل المبذول على الزمن، فيبقى المعدل الزمني لبذل الشغل هو القدره. السؤال الثاني، جميع الوحدات التالية تصلح لقياس القدرة ما عدا. تعال نشوف ما عدا مين. أولا لازم تبقى عارف إن القدرة بتساوي قوة في سرعة، وبالتالي لو القوة بالنيوتن والسرعة متر لكل ثانية، النيوتن في متر ده بيساوي جول، لا فيبقى جول لكل ثانية، جول لكل ثانية، والجول لكل ثانية اللي هو الوات، أو قوة تبقى دي بالداين مثلا، والسرعة بالسنتيمتر كل ثانية. دي كده تساوي، لو قلنا داين في سنتي دي إرج لكل ثانية، أو مثلا تبقى القوة بالثقل كيلو جرام في السرعة بالمتر لكل ثانية، أو القوة القدرة كلها على بعضها كده يتقال عليها حصان. دي الوحدات اللي ممكن نقيس بيها القدرة. فبالتالي الوات تمام موجود، الحصان موجود، الجول لا موجود، لا الجول مش موجود طبعا، الجول ده محتاج يبقى جول، كان يبقى جول لكل ثانية عشان يبقى يقيس قدرة. طب الثقل كيلو جرام في متر كل ثانية موجود، يبقى كلهم صح ما عدا الجول. الجول ده وحدة قياس طاقة على طول. تعرف قدرة القوة التي تبذل شغلا بمعدل زمني ثابت مقداره وحدة النيوتن في متر كل ثانية بوحدة نقط. طيب بص يا سيدي، قدرة القوة يعني عايز القدرة. القدرة دي بتساوي ايه؟ بتساوي قوة في سرعة. القوة مقدارها وحدة النيوتن، أو هو بيقول لك تبذل شغلا بمعدل نيوتن في متر كل ثانية، يعني قوة في سرعة بتساوي نيوتن في متر لكل ثانية. نيوتن في متر دي جول لكل ثانية، والجول لكل ثانية اللي هو الوات. يبقى ده تعريف الوات يا شباب. السؤال اللي بعده، واحد ثقل كيلو جرام في متر كل ثانية يساوي مين في الاختيارات دي؟ واحد ثقل كيلو جرام في متر لكل ثانية، لو عايزين نحوله مثلا ايه، هو لو هنحوله، لو من ثقل كيلو جرام هنحوله نيوتن مثلا، هنقول دي نيوتن في متر كل ثانية. من ثقل كيلو جرام لنيوتن هضرب في 9.8، واحد في 9.8 ب 9.8. طب ما هنلاقي ده موجود اهو، الاختيار ب د. السؤال رقم 5، آلة تبذل شغلا بمعدل منتظم قدره 18000 ثقل كيلو جرام في متر كل دقيقة، فإن قدرة الآلة المتوسطة بالحصان. أولا القدرة بتساوي المعدل الزمني لبذل الشغل، وهو ده شغل بمعدل، فهو دي القدرة أصلا. يبقى بص، القدرة بتساوي المعدل الزمني لبذل شغل، يبقى بتساوي 18000 ثقل كيلو جرام في متر لكل دقيقة. احنا عايزينها بالحصان. الحصان نعمل ايه الأول؟ الأول نخليها 18000 ثقل كيلو جرام في متر، بس عايزينها لكل ثانية. أنا كده عايز أقسم على 60، لأن لكل دي معناها على من دقيقة لثانية، هقسم على 60. دول هيطلعوا كده كام؟ 300 ثقل كيلو جرام في متر كل ثانية. وأنا عشان أحول من دي إلى حصان بنقسم على 75، 300 على 75 يطلع لي 4 حصان. خلي بالك من حاجة، إن الحصان بيساوي 75 ثقل في كيلو جرام متر كل ثانية. يعني إيه؟ يعني عشان نحول من دي لحصان هنقسم على كام؟ على 75. من حصان لدي هنضرب في 75، لكن العكس يبقى نقسم على كام؟ على 75، لأن الحصان الواحد بيساوي 75 من الثقل كيلو جرام في متر كل ثانية. يبقى من هنا لهنا نقسم على 75 عشان نحول بالحصان، نقسم على 75.
يعني الاختيار المناسب هو الاختيار أ. السؤال اللي بعده، موتور قوته 54 ثقل كيلو جرام يحرك سيارة بأقصى سرعة لها، فإن قدرته بالحصان. القدرة، اللي عايز قدرة بالحصان دي مشيها بالثقل الأول. القدرة بيساوي قوة في سرعة. القوة 24 ثقل، سيبها زي ما هي. في السرعة، بلاش الكيلومتر لكل ساعة، السرعة دي تبقى 150 في 5 على 18 عشان تبقى متر لكل ثانية. 54 في 150 في 5 على 18 هيساوي كام ثقل كيلو جرام في متر كل ثانية؟ 2250. أنا بقى عايز أخليها بالحصان، يبقى أروح أقسم 2250 على 75 تطلع معايا 30 حصان. يعني الاختيار المناسب هو الاختيار د. السؤال اللي بعده، رجل كتلته 85 كيلو جرام يصعد منحدرا ارتفاعه 90 في دقيقتين، فإن قدرته المتوسطة بتساوي نقط. يا جماعة القدرة المتوسطة قانونها بيساوي الشغل على الزمن. الزمن دقيقتين يعني 120 ثانية. طب والشغل، الراجل ده عشان يصعد الشغل المبذول منه بيساوي شغل الوزن. شغل الوزن طيب 120، شغل الوزن بيبقى كاف د في الارتفاع او كاف د ف، يبقى بيساوي كاف 85 في د 89 في، بس بقول لك لو عايزها بالحصان ممكن ما نضربش في 89، خليها ايه، تبقى الكتله كده بالثقل كيلو جرام في الارتفاع 90 متر. 90 متر نضرب كده 85 في 90 على 120 63 75 من 100. كده القدره انا جايبها كده ايه يا جماعه، ثقل كيلو جرام عشان القوه كانت بالثقل، قوه الوزن حطها كاف بس، عملها وحدات تثقليه من غير دال. ثقل كيلو جرام في متر لكل ثانيه. عايز تحولها بالحصان اقسم على كام، على 75 طلع 17 على 20. في حل تاني على فكره، لو هتتلخبط فانت ممكن تعمل الاتي اهو، نمسح دول. ممكن واحد يقول لك لا انا هتلخبط، يبقى كاف د 9 و8 في الارتفاع ارتفاع 90، اضرب لي كده 85 في 9 و8 في 90 على 120. بس كده القدره هتطلع على فكره بالوات، انا شغال كده وحدات مطلقه، يبقى يطلع كام، 624 75 دي بالوات. عايز تحول من وات لحصان نقسم 624 و75 دي على 735 هيطلع نفس الناتج، لان انا عندي الحصان بيساوي 735 واط، فمن واط الحصان اقسم على كام، 735. السؤال اللي بعده، سيارة قدرتها 180 حصان عندما تتحرك بأقصى سرعة لها، وهي دي، فإن قوة محركها بتساوي نقط القدرة بيساوي قوة في سرعة. القدرة 180 حصان يساوي القوة، عايز أعرفها في السرعة 135 كيلومتر في الساعة، وهو عايز قوة المحرك بالثقل كيلو جرام. طيب بص يا سيدي، من 180 حصان عشان نخليها ثقل كيلو جرام في متر لكل ثانية هنضرب في 75، لأن الحصان في 75 من الثقل كيلو جرام في متر، يساوي القوة في 135، عايزين نخلي دي بالمتر كل ثانية، يبقى نضرب في كام؟ 5 على 18. يبقى حضرتك دلوقتي هتمسك الآلة تروح تضرب دول وتقسم على ضرب دول، تجيب القوة كده تطلع بالثقل زي ما أنا كده إيه كاتب تمييز بالثقل، تطلع القوة بتساوي 360. الاختيار أ. السؤال اللي بعده، جرار زراعي قدرته 60 حصان وقوة آلاته 200 ثقل كيلو جرام، فإن أقصى سرعة له يساوي نقط كيلومتر لكل ساعة. القدرة بتساوي قوة في سرعة. القدرة 60 حصان يساوي القوة 200 ثقل كيلو جرام. السرعة ما نعرفهاش. طيب بص يا سيدي،
لازم نخلي دول شبه بعض، فمن حصان أضرب في 75 تبقى كده ثقل كيلو جرام، القدرة تبقى ثقل كيلو جرام في متر كل ثانية، اللي هو وحدة قوة في وحدة سرعة، يساوي 200 ثقل كيلو جرام في سرعة. كده الوحدات بقت زي بعض. هنقسم على 200 هنا، هيطلع السرعة بتساوي 22.5. ده يا جماعة كده متر لكل ثانية. هو عايزة بقى كيلومتر لكل ساعة. عايز تخلي ال 22.5 تبقى كيلو متر، يبقى اضرب في 18 على 5 عشان تطلع معاك بالكيلو متر لكل ساعة، تطلع 81 كيلو متر لكل ساعة، يعني الاختيار ج. السؤال اللي بعده، طائرة هليكوبتر كتلتها 2 طن تتحرك رأسيا إلى أعلى بأقصى سرعة لها وهي 72 كيلو متر في الساعة. فإذا كانت قدرة محرك الطائرة 600 حصان، فإن مقدار المقاومة لكل طن بتساوي نقط. بص يا سيدي، أولا خلينا في القدرة دي. القدرة بتساوي قوة المحرك في السرعة، لأن هو قال لي دي قدرة المحرك، يبقى قوة المحرك. القدرة بيساوي قوة في سرعة. القدرة 600 حصان، 600 حصان. أنا بكتب جنب الرقم التمييز لأن لا، الموضوع أنا فيه لعبكة، لازم تعمل زي كده. يساوي القوة معرفهاش في السرعة 72 كيلو متر لكل ساعة. 600 حصان دي ايه رايك لو عملناها 600 في 75 عشان تبقى ثقل كيلو جرام في متر لكل ثانية، يساوي القوة في 72 دي لو ضربناها في 5 على 18 عشان تبقى متر لكل ثانية، يبقى 600 في 75 يساوي ق في دول 20. هنقسم هنا على 20 وهنا على 20، يبقى القاف تطلع 2250 ثقل كيلو جرام. دي القوة. طيب بص، بس هو عايز المقاومة. الطيارة يا جماعة كنا اتفقنا قبل كده، أي طيارة في الدنيا بتبقى واقعة تحت تأثير إيه؟ 100% وزنها. والطيارة دي كانت تتحرك رأسيا إلى أعلى، يعني في قوة محرك لأعلى، وبالتالي يبقى في مقاومة عكس اتجاه الحركة. طالما طالعة لفوق يبقى في مقاومة لتحت، يبقى قوة المحرك لأعلى والوزن والمقاومة لأسفل، لأن هي طالعة لفوق، الوزن لأسفل دايما والمقاومة تبقى عكس الحركة. هو طالع يبقى المقاومة تحت. وكلمة أقصى سرعة دي معناها ان السرعه ما بتتغيرش، هو ماشي باقصى سرعه عنده، فلا بيزود ولا بينقص. كده يبقى انا شغال نيوتن الاول، اللي هو فوق بيساوي تحت. طالما اقصى سرعه يبقى فوق بيساوي تحت، يبقى ق بتساوي م زائد ك د. ق 2250 والمقاومه ما نعرفهاش، والكتله 2000 طن، 2 طن اللي هي 2000 كيلو. لو ضربت في د فانت كده بتخليها بالنيوتن، لو ما ضربتش في د فانت كده هي 2000 ثقل كيلو جرام. خليها بالثقل لان ده انا جايبه بالثقل اهو، ده كده كان بالثقل. هنطلع دي بره، يبقى المقاومة بتساوي 250 ثقل كيلو جرام. بس هو عايز مقدار المقاومة لكل طن، وهم كام طن يا جماعة؟ 2. دي المقاومة الكلية 250، دي المقاومة الكلية، هم 2 طن بقى. فاقسم على 2 عشان تعرف كل طن بيتقاوم بكام. لما نقسم 250 على 2 تطلع 125. السؤال اللي بعده، ماكينة رفع مياه تبذل شغلا بمعدل ثابت قدره 294 جول كل ثانية، فإن قدرتها المتوسطة. القدرة المتوسطة بتساوي الشغل على الزمن كل ثانية، يبقى الزمن واحد، والشغل هو ايه؟ الشغل 294 بس، يبقى القدرة 294 بس، ده جول كل ثانية. جول لكل ثانية اللي هو الوات. وات. جول كل ثانية اللي هو وات. هو بقى عايز القدرة بالحصان. أنا عشان أحول من وات إلى حصان بنقسم على 735، 4 من 10 حصان، يبقى 4 من 10 حصان اللي هو الاختيار ألف. السؤال اللي بعده، أثرت قوة مقدارها 49 قاف نيوتن على جسم يتحرك في خط مستقيم وكانت سرعته 15 عين، فإن قدرة القوة عندئذ بتساوي. القدرة بتساوي قوة في سرعة.
القوة 49 قاف، السرعة 15 عين. تطلع ايه؟ الكلام ده هيطلع ناتج بس هيطلع الناتج بتاعك كام؟ هيطلع الناتج بتاعك بنيوتن في متر لكل ثانية، يعني دي بالنيوتن ودي بالمتر، هو عايزها بالحصان. انا عشان احول الكلام ده لحصان، خلي بالك نيوتن في متر كل ثانية يعني وات، يعني جول لكل ثانية اللي هو وات. فانا عشان احول من وات لحصان، اقسم 49 قاف في 15 عين على 735، تطلع قاف عين، لان 49 في 15 على 735 يطلع فيها الواحد، يطلع قاف عين بالحصان. فبالحصان قاف عين اللي هو الاختيار ج. السؤال اللي بعده بيقول لي الشكل المقابل يوضح قدرة دراجة بالوات في فترة زمنية معينة. دي القدرة بالوات ودي الزمن، وعايز الطاقة المستنفذة من الدراجة خلال الفترة الزمنية من ن يساوي 10 إلى ن يساوي 30. طيب الطاقة المستنفذة يا جدعان هنا معناها الطاقة المبذولة، الطاقة المبذولة من الدراجة. طيب هو الطاقة المبذولة يعني التغير في الطاقة خلال الفترة دي، التغير في الطاقة. الطاقة المستنفذة يعني التغير في الطاقة، الطاقة المستنفذة يعني المبذولة يعني التغير في الطاقة. طب ما أنا عارف إن التغير في الطاقة بيديني شغل، التغير في الطاقة يديني شغل، وعارف إن الشغل ده هو تكامل القدرة بالنسبة للزمن، من الزمن الأول للزمن الثاني. يبقى التغير في الطاقة يساوي تكامل القدرة. تكامل القدرة ممكن نعمل تكامل أو نجيب المساحة أسفل منحنى القدرة. يبقى التغير في طاقة الحركة أو طاقة الحركة المستنفذة بتساوي المساحة، ده شبه منحرف قاعدته 20 وقاعدته الكبيرة 40، يبقى 20 زائد 40 على 2 في الارتفاع اللي هو الجزء اللي ما بينهم ده من 10 ل 30 يبقى 20. 20 و40 60 على 2 يبقى 30 في 20 تطلع 600 كده بالجول، لأن أنا كنت شغال القدرة بالوات، يبقى الشغل أو التغير في طاقة الحركة يطلع بالجول. يبقى الناتج 600، الاختيار ج. السؤال اللي بعده جسم كتلته ثابتة أثرت عليه قوة فحركته في خط مستقيم بعجلة ثابتة ج، فإن القدرة الناتجة عن القوة خلال زمن ن تتناسب مع ن ولا جذر ن ولا ن جذر ن ولا ن تربيع. طيب هي القدرة بيساوي قوة في سرعة، القوة تبقى ثابتة ليه؟ لأن ق عندي بتساوي كف ج، وهو بيقول لك الكتلة ثابتة، ده ثابت، والعجلة كمان ثابتة، يعني ده ثابت، ثابت في ثابت هيديني ايه؟ هيديني ثابت، يبقى القوة دي كانت ثابت. يبقى القاف، خلي بالك القاف دي ثابت في السرعة، السرعة دي عبارة عن تكامل العجلة بالنسبة للزمن. طيب ما كده يبقى قاف في ده ثابت. انا لما اكمل العجلة بالنسبة للزمن تبقى ج ن، انا عارف هتديني سرعة، بس يعني هيبقى فيها لو هي رقم ثابت، يعني تخيل كده العجلة دي 5 تكاملها يبقى 5 ن، لو العجلة دي ب6 يبقى تكاملها 6 ن، وهكذا. فدي ثابت والعجلة ثابت والنون موجودة مرة واحدة، يبقى إذا يعني هي تتناسب مع نون لأن الناحية التانية في نون واحدة بس مش أكتر من كده، يعني نون. السؤال التاني سيارة تصعد منحدرا بأقصى سرعة لها وهي عين واحد، وتنزل نفس المنحدر بأقصى سرعة وهي عين اتنين. هو عمليا قبل ما نتكلم بس من وجهة نظر رياضية، لو سيارة طالعة كوبري بأقصى سرعة ليها ونازلة من على نفس الكوبري بأقصى سرعة ليها، مين السرعة الأكبر؟ سرعتها هي ونازلة 100%. ده هو نازل لو ما كانش دور الموتور كان هينزل بسرعة أصلا بفعل مركبة الوزن نزل تحت. بس يعني هنثبتها دلوقتي رياضيا، بس هو اللي طالع كوبري بأقصى سرعة زي اللي نازل كوبري بأقصى سرعة، لا اللي نازل أسرع. فهي عين اتنين أكبر من عين واحد. لكن من وجهة نظر أو من جانب رياضي، بص يا سيدي، من جانب رياضي العربية في وزن ليها لتحت اسمه كاف د، ودي ه، احنا بنحلل الوزن
بيبقى ك د ج ه، وبنحلله هنا بيبقى ك د ج ه، وبيبقى هنا في ر. لو العربية دي نازلة يبقى قوة المحرك لأسفل، والناحية التانية يبقى في مقاومة. والمفروض القدرة ده هي ونازلة، تعال نشوف هي وطالعة وبعدين نبقى نجيب القدرة في الحالتين. هي وطالعة نفس الكلام، في هنا في ك د ج ه، وهنا في ر، وهنا في ك د ج ه. ولو طالعة يبقى قوة المحرك لأعلى والمقاومة كده ايه لأسفل. المقاومة تبقى عكس اتجاه الحركة دي لما تبقى طالعة. طيب القدرة هي ونازلة، القدرة بيساوي قوة في سرعة، وهنا القدرة بيساوي قوة في سرعة. طالما في الحالتين متحرك بأقصى سرعة يبقى القدرة هنا بتساوي القدرة هنا، القدرات متساوية. يعني ق في عين الأولى بتساوي ق في عين الثانية، بس هنا القاف هتساوي إيه؟ أنت عارف لو الجسم ماشي بأقصى سرعة هيبقى م بتساوي ق زائد ك د ج ه، فيبقى القاف بتساوي م ناقص ك د ج ه. في السرعة هو نازل عين واحد يساوي القدرة الناحية التانية. أولا لو هو طالع بأقصى سرعة يبقى ق بتساوي م زائد ك د ج ه، فوق بيساوي تحت، فوق بيساوي المجموع اللي تحت. يبقى القدرة هنا ق اللي هي م زائد ك د ج ه. السرعة التانية يعني 2. بما إن يا جماعة الكمية دي نفس الكمية دي بس هنا جمع وهنا طرح، يبقى الكمية دي أصغر من الكمية دي. وطالما الكمية دي أصغر ودي أكبر يبقى السرعة دي أكبر ودي أصغر عشان يحصل عملية التساوي دي. تاني، طالما الكمية دي أصغر من دي يعني إن دي أكبر، الأصغر هنا محتاج يتضرب في أكبر والأكبر هنا محتاج يتضرب في أصغر عشان تظل عملية التساوي. يبقى عين واحد أكبر من عين اتنين. هو كان في الأول نازل، عين واحد دي أثناء الصعود، خلاص يبقى أثناء الصعود دي عين واحد، وأثناء الهبوط دي عين اتنين. فكده يا جماعة يبقى عين اتنين أكبر من عين واحد، عين اتنين أكبر من عين واحد. يلا كده السؤال اللي بعده. جسم يتحرك تحت تأثير قوة ثابتة ق بتساوي أ في اتجاه س زائد 7 في اتجاه ص، وكان متجه إزاحته ف، يعطى كدالة في الزمن بالعلاقة دي. وق بالنيوتن وف بالمتر ونون بالثانية، وكانت قدرة القوة عند ن يساوي 2 بتساوي 66 واط. القدرة، طالما ادتني القدرة بتساوي قوة في سرعة، القدرة 66 واط. القوة أ، بس طالما أنا عندي متجهات يبقى أنا قوة ضرب قياسي سرعة، يبقى هستخدم القانون القدرة بيساوي القوة ضرب القياس السرعة. القوة يا شباب أ و7 ضرب قياسي. السرعة هي مشتقة الإزاحة يا جماعة. واحد عنده إزاحة ف بتساوي ن تربيع زائد ن وأ ن تربيع. لما يحب يجيب منها سرعة يشتقها، يبقى 2 ن زائد 1 و2 أ ن. يبقى دي 2 ن زائد 1 وألف و2 أ ن. طيب بعد كام؟ بعد ن يساوي 2 عندي ثانيتين، 66 دي يبقى 66 واط بتساوي أ و7 ضرب قياسي. حط هنا 2، 2 في 2 ب 4 زائد 1 يبقى 5، و2 في 2 يبقى ب 4 أ، واروح اقول له يبقى 66 بتساوي الضرب القياسي س في س زائد س في ص، يعني أ في 5 ب 5 أ زائد 7 في 4 أ ب 28 أ، يبقى 66 بتساوي 33 أ. نقسم على 33 يطلع لي أ بتساوي 2. الاختيار المناسب هو الاختيار ب. السؤال اللي بعده، بيقول لي قوة ق مقدارها 7.5 ثقل كيلو جرام أثرت على جسم فحركته في خط مستقيم، وكانت سرعته في لحظة ما 36، فإن القدرة الناتجة عن هذه القوة عند هذه اللحظة لا يمكن أن تساوي كام؟ بص يا سيدي،
القدرة بتساوي قوة في سرعة. القوة 37.5 أو 7.5 آسف ثقل كيلو جرام في السرعة 36، ونضربها في 5 على 18 عشان تبقى بالمتر كل ثانية. كده الناتج يا جماعة هيطلع كام؟ 75 ثقل كيلو جرام في متر كل ثانية. لو هنحوله بالوات، خلي بالك محتاج يعني ايه، لو هنحوله بالوات ده هنضرب في كام؟ من ثقل كيلو جرام للوات. الوات ده اللي هو ايه يا شباب؟ اللي هو نيوتن في متر لكل ثانية. هو ده، هو ده الوات. فانت من ثقل كيلو جرام لنيوتن تضرب في 9.8 75 في 9.8 735. كده يبقى القدرة بتساوي 75 ثقل او 635 735 واط. فدي كده لا يمكن ان تساوي، لا هي ممكن تساوي دي، هي طلع بتساوي دي بالفعل. وممكن تساوي 700 واط لو السرعه قلت شويه، وممكن تساوي 50 ثقل لان هي طالعه معايا 75 ثقل. بس الاكيد ان هي مش هتساوي 80، لان هي عشان تساوي 80 لازم ازود سرعه، وهو مديني السرعه كام؟ 36. بمعنى صحيح يا جماعه السؤال ده بيقول لك ايه؟ القدره 75 بالثقل كيلو جرام او من 735 واط، فما ينفعش تعدي الرقم ده. ممكن اقل لكن مش اعلى من الرقم ده. يعني الاكبر من الارقام دي هو ال 80، اكبر من 75، لكن دي اقل من 75 ودي، والرقم ده اقل من السبع، يعني قد ال 735 بالظبط، وده اقل من ال 735، فكلهم ينفعوا ما عدا ال 80 هي الوحيده المعديه المختلفه. مستوى مائل يميل على الافق بزاويه سيتا، تم تثبيت محرك عند قمه المستوى لجر جسم كتلته 100 كيلو جرام بسرعه ثابته بواسطه حبل موازي خط اكبر ميل، فعندما تكون قدره المحرك 1000 واط وقوة الشد 1200، فإن المسافة التي يصعدها الجسم على المستوى في زمن قدره 18 ثانية بيساوي نقط. تاني، مستوى مائل يمين الأفق بزاوية سيتا، تم تثبيت محرك عند قمة المستوى لجر جسم كتلته 100 كيلو جرام بسرعة ثابتة. خلي بالك السرعة الثابتة دي هتفرق معانا أوي في الحل. يعني بيقول لك أنا عندي جسم ربطته وشديته بقوة، القوة دي على فكرة هتبقى إيه؟ 1200 نيوتن بيقول أهو نيوتن. طبعا بيبقى في وزن تحت كاف د جاهي. وبيقول لي قدرة المحرك اللي هو ده، اللي هو قوته 1200، قدرة المحرك 1000 واط. القدرة يساوي 1000 واط، وقوة الشد في الحبل 1200، فإن المسافة التي يصعدها الجسم في زمن قدره 18 ثانية. والله طالما السرعة ثابتة يبقى المسافة بتساوي سرعة في زمن، المسافة بتساوي السرعة هنجيبها، والزمن انت بتقول 18، السرعة هنجيبها منين؟ من القدرة. ما القدرة بتساوي قوة في سرعة، تساوي 1000 واط. القوة 1200 في السرعة ما اعرفهاش، يساوي 1000 واط، والوات يمشي مع النيوتن وهكذا. نقسم على 1200 في الناحيتين تطلع السرعة بتساوي 5 على 6 متر كل ثانية، لأن شغال وات ونيوتن. طيب خلاص يبقى دي 5 على 6، يبقى المسافة بتساوي سرعة في زمن، لأن هو قال سرعة ثابتة ما بتتغيرش، يبقى المسافة سرعة في زمن. 5 على 6 مش 16، 6. هيطلع الناتج كام؟ 15 متر. يعني الإجابة المناسبة هو الاختيار ب. كده السؤال ده فيه ألغاز كتير على فكرة، في إنك ما استخدمتش الكتلة خالص، في إنك أنت الرسمة دي ولا ليها لازمة مش محتاجها. هو عايز قدرة المحرك يبقى قوة المحرك، وهو الراجل مديها لنا في سرعته، فجبنا سرعته، السرعة ضربناها في الزمن ادانا المسافة لأن السرعة ثابتة. خلي بالك بقى من المثال ده. رقم 6 بيقول لي جسم يتحرك في خط مستقيم تحت تأثير قوة ق نيوتن، والقاف القوة ق دي بتساوي ألف نون نيوتن، وإزاحة الجسم تعطى كدالة في الزمن، الإزاحة ف بيساوي نون تكعيب، حيث الإزاحة في اتجاه القوة، ده مهم قوي،
إذا كان الشغل المبذول خلال الفترة الزمنية بيساوي 84 جول، والشغل يساوي 84 جول خلال الفترة الزمنية من 0 ل 2. طيب بصوا يا جماعة، هو الشغل بيساوي إيه؟ الشغل بيساوي تكامل القدرة. أنا ممكن أجيب القدرة. القدرة عبارة عن مين؟ القدرة عبارة عن قوة في سرعة. يبقى القدرة بيساوي القوة ألف نون، السرعة اشتق دي، اشتق الإزاحة، يبقى 3 نون تربيع. كده يبقى القدرة بتساوي 3 ألف نون تكعيب، دي القدرة. طيب والشغل اللي هو 84 جول ده بيساوي ايه؟ الشغل بيساوي تكامل القدرة. انت عندك الشغل تشتق تجيب قدرة، القدرة تكامل تجيب شغل. اشتق الشغل، لو اشتقنا يجيب قدرة، لو كملنا القدرة يدينا شغل. يبقى 84 بيساوي تكامل القدرة، يبقى تكامل 3 ألف نون تكعيب في الفترة الزمنية من 0 ل 2. طبعا أنا بكامل بالنسبة للزمن من 0 ل 2، تكامل القدرة بالنسبة للزمن. فيبقى 84 بيساوي تكامل دي هتبقى 3 على 4، زود واحدة الأس ونزل، زود واحدة على الأس ونقسم على الأس الجديد، 3 ألف نون أس 4 من 0 ل 2. يبقى 84 بتساوي لما نحط 2 2 أس 4 ب 16، 16 في 3 أرباع ب 12000 ناقص لما نحط بصفر يبقى صفر. هنقسم على ال 12 هنا وهنا يطلع الألف بتساوي 7. يعني الاختيار المناسب هو الاختيار ج. السؤال اللي بعده، إذا كانت قدرة آلة بتساوي الرقم ده وكان الشغل المبذول خلال الثانية الثالثة يساوي 30 جول، فإن ألف بيساوي كام؟ طيب القدرة بتساوي 3 نون تربيع زائد 2 ألف نون زائد 1، وبيقول لك الشغل خلال الثانية الثالثة 30. الشغل، أنا عارف إن الشغل بيساوي تكامل القدرة بالنسبة للزمن من الزمن الأول للزمن الثاني. فالشغل كده 30 بيساوي التكامل خلال الثانية الثالثة. الثانية الثالثة دي اللي هو كام يا جماعة؟ من 2 ل 3. الثانية الثالثة من 2 ل 3، لأن الثانية الأولى من 0 ل 1. الثانية الثانية من 1 ل 2، والثانية الثالثة من 2 ل 3. تكامل القدرة اللي هي إيه؟ 3 نون تربيع، ما هو القدرة أهي، زائد 2 نون، 2 ألف نون زائد 1 بالنسبة لنون، هيبقى 30 بيساوي تكامل 3 نون تربيع زود واحدة أس واسم على الأس الجديد نون تكعيب، زائد دي هتبقى ألف نون تربيع زائد نون، وحدود التكامل من 2 ل 3، يبقى 30 بتساوي 27 زائد 3، أعوض ب 3 يبقى 9 ألف زائد 3، الكلام ده ناقص، أنا أعوض ب 2 يبقى 8 زائد 4 ألف زائد 2، يبقى 30 بتساوي 27 و3 يبقى 30 زائد 9 ألف، وهنا 8 و2 يبقى 10، بس قدامهم سالب يبقى ناقص 10 وناقص 4 ألف، يبقى 30 بتساوي 30 ناقص 10 يبقى 20، و9 ألف ناقص 4 ألف يبقى زائد 5 ألف. طلع دي بره، يبقى 10 بتساوي 5 ألف، ونقسم يبقى ألف بتساوي 2. يبقى ألف بيساوي 2، هو كان بيدور على ألف، يبقى ألف بتساوي 2 اللي هو الاختيار د. السؤال اللي بعده بيقول لي إذا كانت قدرة آلة عند أي لحظة زمنية نون يساوي الرقم ده، وكان الشغل المبذول في الثانية ال 75. يا جماعة الشغل بيساوي تكامل القدرة بالنسبة للزمن من الزمن الأول للزمن الثاني. الشغل 70 يساوي تكامل الثانية الخامسة دي بتبقى من 4 ل 5 لمين؟ للقدرة، لأن دي القدرة أهو، بيقول لك القدرة هي دي. فأنا هكامل إيه؟ 3 نون تربيع زائد ألف نون بالنسبة لنون. هيبقى 70 يساوي تكامل 3 نون تربيع بنون تكعيب زائد 2 أو إيه ألف على 2 نون تربيع، و4 ل 5 يبقى 70 بتساوي، عوض ب4 يلا ب5 يبقى 125 زائد 25 على 2 ألف ناقص، أنا أعوض بالأربعة 64 زائد 4 تربيع ب 16 على 2 يبقى 8 ألف.
70 يساوي 125 ناقص 64 61 زائد 25 على الاتنين ألف ناقص 8 ألف. دي تعتبر كده 25 على الاتنين دي يا جماعة اللي هي 12 ونص ألف. ف 12 ونص ألف ناقص 8 ألف يبقى يدينا 4 ونص ألف. وطلع ده بره 70 ناقص 61 يبقى 9 يساوي 4 ونص ألف، ونقسم على 4 ونص يطلع ألف باتنين. دي الألف. هو كان عايز مين؟ لا ده هو عايز الشغل خلال الأربع ثواني الأولى. الشغل بيساوي تكامل القدرة. الأربع ثواني الأولى يعني من صفر لأربعة، يبقى الشغل بيساوي تكامل من صفر لأربعة. بس خلي بالك أنت خلاص الألف عرفتها باتنين. تعال نكمل دي اللي هي 3 نون تربيع زائد الألف عرفناها بكام؟ باتنين. يبقى 2 نون. بالنسبة لنون ده تكامل محدد، روح اعمله كله على الآلة يطلع كام؟ يطلع 80 جول، لأن أنا شغال كله بالجول في المسألة. والسؤال اللي بعده، السؤال التاسع بيقول لك إيه؟ إذا كان الشغل الذي تبذله آلة حتى أي لحظة زمنية نون يعطى بالعلاقة ش بتساوي، فإن أقل قيمة لش عند نون يساوي 2، ولا قدرة الآلة تزداد، ولا قدرة الآلة تقل، ولا قدرة الآلة بتساوي 4؟ مين الاختيار الصح؟ طب ما تيجي نجيب القدرة. القدرة يساوي د ش د ن، مشتقة الشغل بالنسبة للزمن، يبقى القدرة بتساوي، لو اشتق دي 3 في تلت تبقى 1، اشتق القوس يعني، ويبقى أس 2. دي القدرة. القدرة دي يا جماعة لو حبيت ترسمها، القدرة ذات نفسها، القدرة دي عبارة عن منحنى دالة تربيعي على فكرة. رأسه 2 وصفر اهو، اللي يخلي التربيع بالصفر 2 2 وصفر. فالقدرة ده منحنى القدرة ذات نفسه، فواضح إن القدرة بتقل وبعد كده بتزيد، وفي لحظة بتبقى بتساوي صفر. فهل قدرة الآلة تزداد بمرور الزمن؟ مش حقيقي، هي بتقل وبعدين هتزيد، مش بتزيد طول الوقت. هل تقل بمرور الزمن؟ برضه لا، لأن القدرة بتقل وبعدين بتزيد، فده برضه لا. هل قدرة الآلة بتساوي 4 عند ن يساوي 4؟ والله لو حطينا ن بيساوي 4، 4 ناقص 2 ب 2، 2 تربيع يبقى ب 4 فعلا، يبقى دي صح. طب ليه الأولى غلط؟ ليه أقل قيمة لش عندما ن يساوي 2؟ لأن دي مش أقل قيمة. أنت متهيألك إن أنا لو حطيت دي 2 ناقص 2 تطلع صفر، يبقى دي أقل قيمة. لا، الشغل ممكن يطلع سالب على فكرة. يعني لو حطينا النون مثلا بصفر، صفر ناقص 2 يطلع سالب 2، تكعيب بسالب 8 في دي يطلع سالب 8 على 3 أهو، شغل أقل. فده مش حقيقي، مش أقل قيمة للشغل عند ن يساوي 2. ممكن يبقى في شغل أقل من كده. سؤال 10. الشكل المقابل يمثل منحنى القدرة الزمني لجسم كتلته 1 كيلو جرام يتحرك خلال الفترة الزمنية من 0 و5 خط مستقيم، وكانت سرعة الجسم عند ن يساوي 3 هي 10، فإن سرعته عند ن يساوي 4 هي عين، وعايز العين دي بكام؟ بص بقى يا باشا بالراحة كده، ركز بس على الجزء ده. الجزء ده هو مش تكامل القدرة بيطلع الشغل، ومش الشغل ده بيساوي التغير في طاقة الحركة. طب يبقى المساحة، ما هو تكامل هيجيب المساحة، بيساوي التغير في طاقة الحركة اللي هو نص كاف عين النهائية تربيع ناقص الابتدائية تربيع. المساحة في الفترة دي، القاعدة الصغيرة دي كده 19، والقاعدة الكبيرة دي كده 25، يبقى 19 زائد 25 على الاتنين في الارتفاع اللي ما بينهم 1 يساوي نص في الكتلة 1، فرق السرعتين. السرعة التانية اللي هي عند الأربعة دي أصلا هو عايزها عين، يبقى عين تربيع. السرعة الابتدائية اللي هي عند ن يساوي 3، اللي هو كان عند ن يساوي 3 بادئ من عند 3، هي السرعة كانت 10، تربيع بكام؟ ب 100. ممكن 2 راحت مع الاتنين دي، كأننا ضربنا 2 في الطرفين، و19 و25 44 يساوي عين تربيع ناقص 100. ودي ده بعكس الإشارة، يبقى عين تربيع بيساوي 144، وخد جذر يبقى عين بيساوي 12.
يعني الإجابة المناسبة هو الاختيار د. السؤال اللي بعده، الشكل البياني يوضح منحنى القدرة الزمن برضه. بدأ الجسم بطاقة وضع 30 جول، عايز طاقة الوضع بعد زمن 2 ثانية. طب بص يا سيدي، تكامل القدرة بيجيب الشغل. تكامل القدرة اللي هو المساحة، والشغل التغير في طاقة الوضع، أو سالب التغير في طاقة الوضع. مظبوط. لأن أنا عندي يا جدعان التغير في طاقة الحركة يديني شغل، لكن التغير في طاقة الوضع يديني سالب الشغل. فيبقى دي الوضع الثاني ناقص الوضع الأولاني، ضاد ناقص ضاد صفر. طب المساحة، خلي بالك التغير في طاقة الحركة ط ناقص ط صفر يديني شغل، لكن ضاد ناقص ضاد صفر يديني سالب الشغل. فانت دي ش، يبقى هنكتب ضاد ناقص ضاد صفر بس نحط سالب اننا شلناه وحطيناه الناحيه الثانيه يعني. طب المساحه، بس هو خلي بالك عايز خلال زمن قدره 2 ثانيه اول حته دي بس. المساحه نص في القاعده اللي هي 2 في الارتفاع طالع لحد 2 برضه يساوي سالب. هو بص بدأ بطاقه وضع 30 وعايز طاقه الوضع بعد 2 ثانيه، يعني دي عايزينها. 2 في نص بواحد في 2 ب2 يساوي سالب طاقة الوضع زائد 30. وادي دي الناحية دي، يبقى الوضع بيساوي 30 ناقص 2، يبقى الوضع بيساوي 28. طاقة الوضع بتساوي 28 لاختيار ألف بالجول طبعا. والسؤال اللي بعده بيقول لي إيه؟ الشكل البياني يوضح منحنى كل من الدالتين. د ومشتقتها د شرطة، دي د ودي د شرطة. بص، فإذا كان منحنى د يمثل الشغل، يعني ده بتاع الشغل، طب ما كده يبقى ده الشرط ده بتاع القدرة، لأن مشتقة الشغل هي القدرة. بيقول لي فعايز قدرة القوة عند ن يساوي واحد. عند ن يساوي واحد اطلع هتوصل للقدرة ذات نفسها، لأن ده منحنى القدرة. خش في الجنب يبقى 8. يبقى 8 الاختيار المناسب هو الاختيار ب. وبكده نبقى خلصنا 80 درس النهارده، ونشوفكم إن شاء الله على خير في فيديو جديد. إلى اللقاء، تحياتي.